اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. النهارده بقى عندنا رحله كده، طالعين رحله في البحر على يخت، وهنروح جزيره، وهنعمل غطس، وهنعمل حاجات كتير النهارده. دي كده اليخت كده او المركب بتاعتنا من تحت، دي الحاجات اللي بينزلوا بيها الغطس. ده المنظر طبعا من فوق. بصوا البحر كان اليوم ده حلو جدا، وكان الجو كان جميل، والمية زي ما انتوا شايفين كده المياه كانت نظيفة قوي وحلوة جدا جدا. دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نطلع على المركب. طبعا احنا ما قعدناش تحت، احنا قعدنا فوق. هنبتدي بقى نطلع كده من فوق. بصوا المنظر من فوق كان روعة. وهيبتدي بقى كله يجهز دلوقتي. كله هيبتدي يجهز طبعا عشان هنوصل لمكان كده ويبتدوا فيه الغطس. احنا الرحلة بتاعتنا كانت كلها اجانب، ما كانش معانا مصريين خالص. هيبتدوا بقى كله يجهز وكله يبتدي عشان الناس اللي هتبتدي تنزل للغطس. بصوا هنا لسه ماشيين، طبعا هم بيروحوا المكان محدد ويبتدوا فيه الغطس. بصوا المنظر هنا. البحر كان حلو قوي. المنظر اصلا القعده فوق في المركب او اليخت كانت تحفه بصراحه، وكان الجو جميل قوي. دلوقتي هنا خلاص احنا مجرد ما بنقرب نوصل. بصوا ماشي ورانا برضو اللي هو اللانش الصغير ده، بحيث ان احنا هو اللي هينقلنا يودينا الجزيره اللي احنا هنروحها. بصوا هنا الاجانب كله بيصور واللي بيعمل تان، وطبعا الاجانب كلهم معروفين. هنبتدي بقى دلوقتي نجهز عشان خاطر ننزل نعمل الغطس بتاعنا. وهتشوفوا الاجانب كلهم عاملين بيعملوا الغطس، وكله طبعا نازل، ما فيش حد ما عادش، حتى الاطفال الصغيره كلهم بيعملوا المنظر كان حلو قوي. منظر الشعب كانت تحفه. المنظر بصوا هنا دي كده هو بيبتدوا نمشي صف كده ورا المدرب او المسؤول عن الرحله. بيبتدوا كده ينزلوا. بصوا السلالم اللي هينزلوا بيها. بصوا هنا من هنا باينه من تحت اهي الشعب باينه. على قد ما قدرت انا، لو كان معايا الكاميرا بتاعت تصوير تحت الميه كنت هصور لكم، بس ما كانتش معايا فصورت لكم من فوق بس كده. هنا كله هيبتدي بقى يجهز خلاص. كله بيبتدي يلبس الزعانف، اللي بيلبسوا النضارات. كله بيجهز دلوقتي. هنشوف بيجهزوا ازاي. اهو بداية اهو هنا بيبتدوا يجهزوا كلهم. بصوا اهو كله بيستعد. في ناس تلبس زعانف وفي ناس لا. في ناس يعني هتشوفوا كله دلوقتي. بصوا اهو كده بدأنا. بينزلوا مجموعة مجموعة. طبعا هو لو العدد كبير قوي بيقسموها مجموعتين، لو العدد صغير بيخلوها مجموعة واحدة مع 3 مدربين. بيبقى واحد قدام وواحد من ورا وواحد كده في النص ما بين الناس، بحيث ان هم يعرفوا يعني ما يسيبوش لو حد مثلا لا قدر الله مش قادر يكمل، مش قادر يغطس، مش قادر ياخد نفسه، يبقى في يعني اسعافات كده في الاول. بصوا بتبتدي كده مجموعة مجموعة تنزل. وطبعا اهم حاجة اللي هم يعني لازم بينادوا باسم الجروب، لان بيبقى فيه كذا جروب. بينادوا باسم الجروب ويمشوا صف ورا بعض، مفيش حد يروح كده ولا يروح كده. دي كانت رحلة الغطس اللي هي بتبقى في نص الرحلة، بيبقى في نص المركب يعني. هنبتدي هنا بقى نعمل الغطس بتاعنا، وبعد ما نخلص هنشوف بقى هنروح فين تاني وهنقضي اليوم ازاي. اليوم كان روعة بصراحة. رحلة البحر دي من احلى الحاجات اللي ممكن تتعمل. انا عملتها في شرم، ودي كمان عملتها في الغردقة. فدي من احلى الحاجات اللي بتتعمل في الرحلة كلها، ما بتتنساش. بالمناظر اللي بتصوروها وبتشوفوها. انا المرة اللي فاتت في شرم كنت مصورة الشعب كلها، كان معايا الكاميرا بتاعت تحت المية، بس النهاردة انا ما مش جايباها معايا، فصورنا بس كده من فوق بس كان المنظر تحت طبعا مش قادره اوصف. بصوا كله صف ماشي ورا بعضه ازاي. هنا بعد ما خلصنا خلاص الغطس، نزلوا بقى في اللانش ورحنا بقى للجزيره اللي هي جزيره اورانج باي. دي قطعه من المالديف بالظبط، بنفس الميه بتاعتها، بنفس الديكورات اللي عاملينها، بنفس الاماكن اللي عاملينها فعلا.
يعني ان هم يعملوا حاجة زي كده تكون داخل، يعني تبقى تبع البحر الاحمر، مش تبقى مثلا تبع اوروبا وكده. دي تبقى كده يعني خيال بصراحة ان هي توصل للنجاح ده يعني في البحر الاحمر. دي تبقى فعلا تحفة. بصوا المية عاملة ازاي، طبعا باينة ازاي. وده كده الديكورات بتاعتها، هي عاملينها كلها ديكورات كلها خشبية. ده كده بيبتدوا يمشوا كده عليه لحد لما يوصلوا طلعنا من اللانش. بنبتدي كده نمشي عليه كده صف ورا بعض لحد لما نوصل للجزيرة. الجزيرة دي اسمها اورانج باي. حلوة قوي قوي يعني، فعلا التصوير ظالمها كتير، هي مش باينة. انا كنت بحاول على قد ما اقدر، بس من كتر ما انا بصراحة كنت المكان حلو وعايزة استمتع بيه، فما كنتش يعني عارفة اصور للقناة ولا اصور صور لينا احنا الاحتفاظ بالذكرى، يعني من كتر ما هي فيها اماكن كتير حلوة. بصوا اول حاجه كده عاملين الاماكن دي كده في نص الميه زي المالديف بالظبط، بيقفوا يتصوروا عليها. عاملين اماكن للقلوب. بصوا دي كده كوخ خشب، في كل واحد محطوط اللي هي الحاجات اللي هي الكراسي دي المريحه، اللي هي زي الشازلونج كده في الارض. كل مجموعه بتاخد مكان. وهنا في رسم حنه، في بيعملوا اللي هي الضفاير بتاعت الشعر. بص كل واحد بيبقى ليه رقم اللي هو المكان بتاعه، مثلا رقم 11، رقم 20، رقم 12 كده. كل واحد بيبقى ليه اماكن، كل جروب بيبقى ليه اماكن عشان محدش يتوه من بعضه. بصوا اماكن التصوير اللي عاملينها، عاملين اماكن تصوير تحفة بصراحة. كل حاجة الديكورات عاملينها بالخشب. في كل حتة في مكان تتصوروا فيه، مفيش حتة ما فيهاش مكان تتصوروا فيه. في الاحتياجات بتاعت البحر تلاقوها برضو موجودة. المشروبات طبعا، المشروب المفضل بتاع اهي. بصوا ده الجزيرة كده من فوق اورانج باي. ده كده عاملين المكان، عاملين المشروبات طبعا الكحولية. بصوا راصين الازاز ازاي بتاعت الاجانب. عاملين المشروبات زي بتاعت محمد صلاح، الاناناسة والبطيخ وكل حاجة متصورة. فكل حاجة متوفرة بصراحة. الجزيرة حلوة جدا، الاستمتاع فيها حلو قوي قوي. من الأماكن اللي أنا برشحها لأي حد عايز يروحها بصراحة. بصوا هنا دي رسمة تاتو زي ما قلت لكم، اللي هي الضفاير بتاعة الشعر. عاملين أماكن للقعدة فيها المريح، سواء يعني لو ما قعدتوش عايزين تقعدوا مثلا في الأرض، عاملين اللي هو الكنب العالي ده الناس برضو تقعد عليه. في اماكن كتيرة جدا 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 للتصوير زي ما انتم شايفين. بصوا بقى المية، ودي كده القعدة دي كلها على المية وهنا خلاص وهم راجعين بقى كان برضو ركبنا اللانش ده. وبصوا منظر الجزيرة كله من فوق روعة روعة. وكان في بقى الراجل اللي بيسوق اللانش، انا ما رضيتش افصل المقطع ده، قلت اخليه عشان تسمعوا هو بيغني ازاي. والاجانب كانوا مبسوطين معايا على الاخر. وبصراحة